في زمن السيد باقر البهبهاني رحمة الله عليه، عالم عصره وفريد دهره، العالم الذي إذا دخلت إلى الحرم أكو صندوق هنا بباب الشهداء، هذا العالم بزمانه، عالم، هذا مدفن عالم من الكشوانية. يقول كان يدرس بالمسجد الذي يري رجلي سيد شهداء سلام الله عليه. يا مسجد، هذا مسجد، هذا من تاريخ قديم، عشرات السنين، مو توه، هذا العالم عشرات السنين، قريب 100 العام الذي يقول السيد هنا جالس وتلاميذ عنده علماء يدرسهم بهالمسجد مما يلي رجلي حرم إمامنا الحسين. يحدث بعض تلاميذه يقول بينا نحن جلوس وإذا بزائر دخل، لكن الزائر اللي دخل نرى ثيابه والألبسة مالته تشابه ألبسة أهل باذربيجان. أذربيجان هذه مملكة معروفة عند الروس. يقول هذا هدومه تشابه هيك واحد. فإجا دخل المجلس هذا العالم وأخرج منديل، شفية كبيرة مملوءة حلي ذهب مع النساء، خلاه إلى جنب ذلك العالم السيد باقر البهبهاني رحمة الله عليه. فقال له أيها السيد، بما أنك عالم مجتهد وشيء الذي أنا دا أقدمه بين يديك، اصرف بأي طريق للمستحقين. السيد سأله شنو هذا ومن ايش وشنو طريقة حتى نعرف صرفه؟ قال له قضية عجيبة. قال له لا بأس، حدثنا بها. قال له أحدث. قال له أنا رجل كنت أسكن بلاد من الجملة دربند أو قرية أخرى اللي تغيب عن فكري، أن أسماءها شوية مو مصطلحة حتى نحفظها بعيدة عننا. قال له أنا بذيك البلاد تاجر وعندي مالية متمكن. قال له حبيت أسافر إلى روسيا. قال لي سافرت، عندي تجارة وبيع شراء، فسافرت. فهناك أخذت محل وأخذت أتاجر البيع والشراء، مالي مشغول بالتجارة وما عندي أحد إلا نفسي. يوم من الأيام مرت بي امرأة، والامرأة لما مرت بي نظرت إليها فأعجبتني، حرمة جميلة، فصار لي رغبة وشوق أن أتزوج هذه الامرأة. فأسألي تتفحصي تعرفت وين أهلها رحت. فدخلت عليهم بعد الكلام والسلام، يا باني جيت خاطب هذه البنت الحرمة اللي عندكم، تزوجوني ولا؟ قالوا ماكو مانع، لأن من كل الجهات أنت لا بأس بك، بس أكو مانع واحد، وهو قال له لا مانعك أنك أنت مسلم وإحنا نصارى، فما نقدر إحنا نزوجك أنت المسلم وإحنا نصارى، فإذا تنتقل إلى معتقدنا نعطيك البنت. يقول طلبوا مني، يقول للسيد، يقول له طلبوا مني شيء بعيد، يعني هذا شيء مو ممكن. فطرت على الإسلام، الخاطر شيء نعم لذة وقتية، أنا أترك ديني. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قلت مرة شنو قيمتها؟ لو العالم ينطوني إياها ما أنا مو يما عبتهم. يقول له تركتهم، ما عجبتهم، رحت جعاد تعرف، قام يجيني بالليل يسير علي راوني اياها، تعرف منها هذا إلى سيارات نوبات على بعض ناس بالليل يشدههم عن الصلاة، عن إذا يصلون. بعد مو كل شيء أقول لك، بعد تعرفه أنت. هذا اللي يخليك الصبح ما تدري عاد تروح تصلي، ما تريد تروح، الوقت راح، عرفت زين ولا؟ اجا يقول منا قام يرغب لي، أخذني العشق، وهذا العشق
ياخذ اخته، يريد تعال جيب عقل وجيب ثبات، ياخذ الانسان حتى لو كان انا وامثالي يا ستار، لكن عشق صحيحة ما بيها. يقول له ظليت انا لا، اثرت وياي القضية، انا شغلي قمت ما اشتغل، الاكل ما اشتهي، شكو عاشق. شفت لا مسألتي تدهور اذا ما اخذها الهاي مسألة الصيغة الشكل. يقول له ايها السيد خاطبت نفسي، قلت زين خلي اعملها الهاي، اقولهم بلساني او قلبي الله يدري بي، احنا قصدنا نصيد هالجرادة هاي منهم، فاذا قلت لهم يابا انا صرت منكم مثلا نصراني ما بيها شيء، يقول حسن لي فكري على هالطريقة لان لا اشوف نفسي اتلف. يقول جيت يابا تردون اصير وياكم، اصير وياكم ويا جماعتكم، هي نعم احوال اللي انتم تعرفوها من دين النصرانية. يقول فبقيت معهم زوجوني الحرمة. يقول له فلما زوجوني الامرأة وتزوجتها، جيت يابا تردون اصير وياكم، اصير وياكم ويا جماعتكم، هي نعم احوال اللي انتم تعرفوها من دين النصرانية. يقول فبقيت معهم زوجوني الحرمة. يقول له فلما زوجوني الامرأة وتزوجتها بقينا مدة، لأن كل شيء هذا الهدم أول ما يلبس الإنسان ما أخذه من الخياط، نوبه يعدله هيج نوبه هيج، لكن جت الشمس وحرقته صار أجرب. القولة هم عدله شوية ويعدلها الإنسان، اتعقشت هم راحت. الشباب مال الإنسان تشوف الغودة نعم ونهودة ورمانة الكتف عدله، شوف هذ مرة سن طاح منا ومنا صار نقر. احنا العيون يزرق عينه منك يلجح اللي يريده، وإذا هو يسوي هالترتيب. بني آدم هذا هو العشق، هم هالترتيب إلى رغبة الإنسان. الأكلة يريد يأكلها مشتهي يأكل، أكل شبع بعد ما يحب الأكل واحد يقول له، يقول له يا سيد ظليت على مدة الحرمة عندي، هذا الصوت اللي براسي خلاص، قول اسبوع قول اسبوعين قول شهر قول شهرين قضت بعد. انا الحب مالي قل، لكن تهيجت من جهة اخرى، تهيجت انا قمت اخاطب نفسي سويت انا وان كان باطني مع الله، ليش انا عملت هالعمل، شلون انا عاقبتي، انا رجل مسلم وان كان بالظاهر حكيت، ليش يكون اقول هالهاي. قمت انا الوج بروحي وما عندي من اشياء الذي هي يعملها الاسلام شيء، اللي اعمله هناك ماكو شيء سوى شيء واحد، وهو من همي وقهري كنت اذكر مصيبة الحسين، اذكر مصيبة الحسين سلامه وابكي، اقعد بالبيت هاي الحرمة تعايني انا اقعد وابكي وما بطل من البواكي. فتجيني الامرأة تقول لي مالك صاير بيك، شو مالية وعافية ليه تبكي، اقول لها اعزب يعني تركني. كم مرة اصيح بيها وازمخ بيها وهي تلح علي تتعذى. يقول يوم من الايام قلت يا ربي اتوكل عليك، راح اقولها بنيتي واشوفها شلون تطلع. قلت لها يا الحرمة انت زوجتي وانا قضيتي هاي، انا رجل مسلم وانما رغبت ان اصير منكم رغبة وحبا اليك، والان انا نادم على عملي وان لم يكن بالباطن. واذا تسألين عن بكائي انا، عندنا احنا الاسلام نبي وهذا ابن بنت النبي، هي صارت عليه مصيبة، هيك انقتل، هيك اطفاله، هيك عياله، هيك احواله. يقول انا ذكرت لها نبي هو محمد وحسين، قلبها نعم صار غير شكل ووجهها انكشف الى خير، واذا وجهها تهلل وصار عندها فرحة بقلبها وكأنه لم تكن من اناس غير مسلمين. فقالت اني رغبت بهذا الاسلام اللي تقوله انت، شو حبيت انا، وهاللي تقول عليه هيك انقتل وهيك احواله وهيك ارادته، شو قلبي حن عليه وقام ابكي وياك، انا راح ابكي على بواجي.
يقول له فدخلت بالإسلام وصارت مسلمة، لأن أقرب ما يكون إلى الإسلام هم المسيحيون، أقرب مودة. يقول له ظلت هنا مسلمة وأنا وياها كل وقت نشتهي نقعد نبكي أنا وحرمتي، نبكي على الحسين، صار عشقها هي أجد مني. قال له بعد مدة التفتت لها قلت لها يا الحرمة الآن أنت صرت عاشقة وأنا عاشق الإمام وهو ريحانة النبي، تعاين الحرمة بيني وبينك نعمل هالعمل، وهو جميع ما عندنا من عز بيعة وننتقل من هالبلاد ونروح نجاور قبره حتى نواسي محبيه ونكون معهم ونظهر المحبة كاملة. ليش نكتمها؟ قالت لا بأس، ما يخالف. قالت لا بأس أنا أوافق. هذا كله ذا يحكي لي العالم متفقين. يقول له فوافقتني وقمنا احنا نبيع اللوازم اللي عندنا ونهيئ حمل خفيف حتى نسافر إلى العراق ونجاور هالمولى العظيم اللي احنا الآن جالسين في صحنه. يقول له قريب من السفر عارضها عارض المرض، عارضها عارض المرض وما بعد عنها المرض حتى ماتت. يقول له الحرمة ماتت، فلما ماتت جاء إليها أقاربها على معتقدهم وعلى طريقتهم، أخذوها ودفنوها ودفنوا معها حليها. عندهم طريقة الحلي يعني مصارها، شوش عندهم من ذهب دفنوه يعني. يقول له أنا بقيت حزين، صار حزني حزنين، حزين عن هذه أسلمت وصارت حرمة طيبة ودخلت بالإسلام، وبعد أن صارت طيبة هم راحت مني، فحزن عليها حياة إسلامها وحزن على فراقها. ظليت بفكر، ظليت نعم بهم وبحزن شديد من أجل هذه الامرأة. ظليت أفكر. يقول له أيها السيد بقيت أفكر. يقول له بقيت أفكر، قلت هاي الحرمة الذي رغبت بالإسلام وحبت الحسين أنا هضيم علي ما أنقلها وهي ميتة أوديها وادفنها يم الحسين. يقول له صار عزمي هذا، فقلت أأتي ليلا، بالليل أجي إذا هدأت العيون وأجي قبرها وأطلعها، يعني صار عندي هيك عزم على هالطريق، أخرجها من قبرها وأحملها بكل صورة وأأتي بها إلي. فلما أتيت إلى قبرها كشفت التراب، وصلت إلى لحدها، أعاين هذا الميت رجل محفوف الشارب واللحية. شنو يتوهم له؟ فخرجت لكن أنا باضطراب، صار عندي اضطراب. هاي الحرمة هنا دفنت على إيدي، الآن صاير رجال هنا، ايش معنى؟ ظليت أنا أفكر ليلي، غمضت عيناي بين أنا نائم فكر بقدرة الله. لا تستبعد، ترى تصير ضعيف، ترى إسلاميتك تصير ضعيفة، هذه قدرة رب العالمين. أتصور أني بكربلاء أنا أندفن، لعلي أنا ما بي خير يزقطوني برا ويجيبون من غير مكان يخلوه هنا، مو مكيف أنا. الله يرزقنا أعمال اللي يرضون بينا أئمتنا، والله يرضى التربة الطيبة تصير مدفنة. يقول له أنا نائم، أتاني شخص قال لي لا تضطرب، اطمئن، زيد إيمان، زوجتك نقلت إلى كربلاء، زوجتك نقلت إلى كربلاء بأمر الله، وجاءوا من كربلاء بمدفون دفن في محل هو إلى أزاء منارة تبنى. هاي منارة العبد كانت هنا. قال له هذه إلى جنب المنارة هذه الزرقاء، مو ذني هالمنارة هنا كانت. قال له حرمتك دفنت هناك، وهذا رجل شنو عمله ما إنه لازم. قال له فهذا ما يستحق أن يدفن في صحن الحسين، والدول ذاك